البداية من التهنئة من الاتحاد العام للمصريين في الخارج للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحلف اليمين الدستوري، ويعني الفترة القادمة 6 سنوات أخرى مع سيادة الرئيس ومصر وإلى الأمام دايما إن شاء الله. الحقيقه احنا بنهنئ انفسنا طبعا الاستاذ امين بتولي فخامه الرئيس لفتره رئاسيه جديده، وحضرتك عارف ان احنا كمصريين في الخارج احنا اللي نقلنا الى حضراتكم بشاير يعني الاقبال الغير مشهود اللي اقبل عليه المصريين في الخارج، والتصويت الكثيف اللي كان للمصريين سواء في الداخل او الخارج. بس احنا دائما بنقول ان احنا يعني كنا بقوره هذا الاهتمام وبقوره يعني التصويت. كانت سيمفونيه رائعه لابناء الوطن في كل مكان في كل قارات العالم، مع فرق التوقيت اللي كان بيحصل في كل بلد. يعني قبله بلاء حسنا، والحقيقه تولي فخامه الرئيس لفتره جديده ده امر مستحق، وبنستكمل بيه سلسله من الانجازات الرائعه اللي قام بها فخامته. ودي فرصه ان احنا يعني نؤكد على ان احنا جميعا في كل انحاء العالم بنقف خلف فخامه الرئيس، داعمين للقياده السياسيه، داعمين للوطن في احدث الظروف، واني يعني ما هو قادم بنقول عليه جني لثمار ما تم في الفترات السابقه. ونتمنى لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما وابدا التوفيق والنجاح. اهم مطالب المصريين في الخارج في الفتره القادمه لسياده الرئيس. والله طبعا المصريين في الخارج زي ما حضرتك عارف، ودايما بنتكلم مع حضرتك في البرنامج ومع الساده المسؤولين، احنا يعني جزء من نسيج هذا الشعب. ما فيش مطالب بمعنى مطالب يعني ربما هي مطالب يعني ملحه. البلد كلها يعني من نجاحات وانجازات يعني بتتسابق، ولذلك احنا لاننا جزء من النسيج نتمنى ان فكره المصري اللي خارج مصر والمصري اللي داخل مصر يحصل بينهم مساواه. دايما بنتكلم كده فيما يتعلق بالطلبه، مثلا طلبه المصريين اللي حاصلين على الثانويه العامه، والنهارده في طلب احاطه مقدم في مجلس النواب بان ده مطلب قديم. يعني عايزين الطلبه بتوعنا اللي بيتخرجوا خصوصا من دول الخليج ما يدخلش منهم 5%، يعني بيعتمدوا نسبه 5% من الطلبه المصريين اللي حاصلين على الثانويه العامه من دول الخليج انهم يدخلوا المدارس المصريه. زمان كان في بدائل استاذ امين، كانوا بيدخلوا اوكرانيا، كانوا بيروحوا جورجيا، كانوا بيروحوا السودان. النهارده الدول دي بقى عليها يعني مشاكل، واصبح الضغط على مصر، ودي حقوق يعني كفلها الدستور. فاحنا بس بنلقي الضوء على اهميه ان احتضان اولادنا اللي جايين من الخارج. يعني برضه كان في مقوله ان الحاصلين على الثانويه العامه ربما من دول الخليج ربما اقل كفاءه. الكلام ده كمان مش مظبوط. الطلبه اولادنا المدرسين في دول الخليج بيدرسوا في مدارس مصنفه في اليونسكو. التعليم في الخليج اصبح غير زمان. اذا احنا بنطلب بس ان اولادنا يدخلوا كلهم، نستوعب الدوله تساوي. النهارده في توسع في الجامعات المصريه، اصبحنا الى حد ما احسن من الاول. فيعني بنهيب بوزاره التعليم العالي انها تحتضن اولادنا، ويعني تزيد النسبه اذا كان في مشكله يعني في استيعابهم بالكامل. بس نسبه 5% دي نسبه قليله جدا، ومش كل الناس عندها امكانيه او رفاهيه انها تدخل اولادها الجامعات الحكوميه. يعني لو اسره عندها 2 أو 3 أو 4 في نفس الوقت بيدرسوا في ظل الاسعار الهلاميه اللي في المدارس في الجامعات الخاصه، اصبح يعني كتير على كاهل الاسره. عشان كده بنهيب بوزاره التعليم العالي الحقيقه في الجمهوريه الجديده انها تنظر بعين الاعتبار للطلبه الحاصلين على الثانويه العامه خصوصا من دول الخليج. انا مش عايز اطيع على حضرتك استاذ امين، لكن احنا عندنا برضو منظومه التامين الصحي على المصريين في الخارج نتمنى انها تكون يعني المصريين احنا ما عندناش غطاء تامين صحي جوه مصر. اللي بيعيا لازم برضه يتعامل مع المستشفيات الخاصه. التامين الاجتماعي برضه صحيح في تامين اجتماعي يعني اجباري، ولكن احنا قصدي اختياري، لكن احنا بنطالب ان يكون اجباري يستفيد بيه ابنائنا
طبعا يستفيد به ابنائنا اللي بعد مضي 60 يتقاضى معاش، بدل ما يجي يعني لا تامين صحي ولا يعني تامين اجتماعي الى اخره. فدي كلها حاجات احنا يعني بنتمنى في الجمهوريه الجديده. ايضا المصريين اللي هم حالات الوفاه، ودايما كنا بنتكلم عن حضرتك هنا في البرنامج، المصريين تم الحقيقه ابتكار وثيقه. الوثيقه هي ما فيش اقبال عليها، انها وثيقه يعني بتغطي 100,000 جنيه للحوادث. تمام للحوادث، صحيح للوفاه، بس الوفاه بتنقل الجثمان بس. لازم يكون آلية ضمن جواز السفر. طالما انت مسافر، فاذا حدثت الوفاه يبقى اوريدي انت بتؤمن من الدوله. مش لازم بقى ان احنا نشترك في الوثيقه اي نعم الكترونيا، بس احنا بنتكلم بشكل شمولي. طالما حضرتك مصري في الخارج يبقى لازم تخضع لهذه الاعتبارات ولازم تتمتع بهذه المزايا. ان شاء الله. الاقبال حتى على الوثيقه اللي عملتها الرقابه الاداريه اقبال الحقيقه مش يعني يا ريت نطلب الارقام، هنلاقيها ارقام ركيكه، يعني ارقام بسيطه جدا، ما فيش اقبال عليها الى اخر هذه الامور يا استاذ امير. فنتمنى يعني ان شاء الله القادم احسن ان شاء الله. نتمنى ده اللي بنتمناه والله يا استاذ امير. تمام ان شاء الله باذن الله.